قال العودي أول خبر بكتب من صميم الشعور، ما عانيت طول الحياة وتحملت كل ثقال، والدنيا تعب في تعب والطايعين على الغيور، هم زينة بهذا الحياة أولادك نعم والعيال، وأنا فعلت طول واجبي ما خليت عندي قصور، ربينا أحسن التربية والتعليم ما له مثال. كتب كلمات أبو هلال العودي يرسلها لابنه الذي يوسوس له الشيطان بالأسوان الدكتور محمد العودي، وتحكي عبر ما فيها. أداء الشاعر أبو شهاب الخبجي. تحيات تسجيلات الكرماني. قال العودي يوم الخبر بكتب من صميم الشعور، ما عانيت طول الحياة وتحملت كل الثقال، والدنيا تعب في تعب والطايعين على الغيور، هم زينة بهذا الحياة أولادك نعم والعيال، وأنا فعلت طول واجبي ما خليت عندي قصور، ربينا أحسن التربية والتعليم ما له مثال، وأعلم محمد العم بأمريكا وقلبي فخور، يتذكر ويرجع لنا متعلم حسين الخصال. لكن للأسف يعصينا بكل الغرور، ما أدري ليش وش الخبر، ابني قد تغير ومال، لكن للأسف يعصينا بكل الغرور، ما أدري ليش وش الخبر، ابني قد تغير ومال، العصي أنا أقولها عمري ما يعيش وسط نور، ما يحيا بغير الظلام والخر معتقد له ينال، لو يعرف بما فعلت له أو يقرأ حروف السطور ما يخضع وما يمتثل لأمر الله مولى الجلال، علمت بكل اهتمام أخلي أمور السبور، وافض الجامعات الخلاوي يتعلم في أروع مجال، أقول الطب مستقبلك يا دكتور يجد الأمور، وأنا مزحك والسنود لجلك ما تشيل الثقال، والدكتور محمد أساف في المجلس أمام الحضور والأعلان والأصدقاء وتحدى أمام الرجال، يعصيني تحدى الأبوه هذا الغباء والغرور، لكني المعلم خباوي يحرض لهذا الفعال، ما سلم على والده يوم العيد ولا يزور، قاطعني وزاد الجفا والعصوان في كل حال، لكن ربنا في سماوه يشهد العظيم الغفور، ما هميت ما دمعوي من حولي هلال وبلال، هول الطايع حبهم في قلبي بطول الدهور، هم رزقي وهم شامخاوين في الدنيا شموخ الجبال، والعصي انا بتركه شوف الشوك جنب الزهور، شوف الفرق جاسع اكيد ماشي بين الاذن المجال، العصي تركت خلاص والمغرور يخلي يغور، خلى البحر يجري الفوق يا عصير يوعك محال، الطغى يقول سلام تلقى في بلد دور، ما نسلم فيه القضاء هذا حكم رب الجلال، واختمها بذكر النبوي يشفع لي بيوم النشور، خاتم الأنبياء والرسول وله الصحابة الفضال،